فكرتي انت بتقضي وقتك مع مين؟ تخيلي انك بتبقي شبه اكتر 5 اشخاص بتقضي وقتك معاهم. طريقتهم في التفكير، عاداتهم، طاقتهم، كل ده بيسيب اثر فيك حتى لو مش واخده بالك. لو اقرب 5 اشخاص ليكي هم اشخاص ايجابيه طموحه بتحفزك، هتحسي انك بتكبري وبتتطوري وبتروحي لمكان احسن. لكن بقى لو سلبيين وبيندبوا وشكوى طول النهار، هيأثروا فيكي، وده هيبدأ يسحب من طاقتك ببطء. خدي دقيقة كده واسألي نفسك، مين ال5 اللي حواليكي؟ ليهم تأثير إيجابي؟ هل بيساعدوني أكون أحسن؟ بحس إن أنا أحسن وأنا جنبهم؟ ولا بيستهلكوا طاقتي وبسيبهم وأنا حاسة بتقل؟ مش لازم تقطعي علاقتك بحد، أنا ما قلتش كده، بس تقدري تختاري، تقضي وقت أكتر مع اللي بيغذوا روحك وبيطلعوا أحسن ما فيكي. لأن في الآخر إحنا بنتحول إلى نسخة من الناس اللي حوالينا. لو الكلام لمسك اكتبي لي في الكومنتات، اللي حواليكي بيساعدوكي وبيدوكي طاقة إيجابية ولا طاقة سلبية؟ ولو أول مرة تشوفيني، أنا رشا، وده على جناح حكاية.